يا اما نوع يعني غالبا، او مش يعني مش لازم غالبا، انه يحصل حاله مرض إمم. وفتره من المعاناه والحاجات دي. في اللحظه اللي انت بتتاملي فيها الموقف دلوقتي بعد ما راحت آه، الدراما اللي جواه، إمم. كنت شايفه ان ده اللي كان الافضل، ولا ده كان طبعا اختيار ربنا الافضل، بس إمم. انهي اللي افضل؟ لأ، ده أكيد لإن هو أبويا راجل عظيم، فهو مات بشكل موتة عظيمة زيه، اللي هو ما تعبش، ما اتألمش كده، فبالتالي دلوقتي باقول لأ، هو اللي حصل هو طبعًا الأحسن عشان خاطره، اه. ولإن هو الأهم بالنسبة لي، يعني حتى لو الوجع أنا اللي هاحسه مش مهم، بس امم. المهم إنه هو ما يكونش اتوجع. امم. لكن طبعًا طريقة الوفاة كانت الام بقى هي اللي خدت طريقة الوفاة الصدمه. كانت قاسية جدًا، امم. لإنها كانت مفاجأة، امم. ولإن أبويا كان راجل لغاية آخر يوم هو اللي بيعمل لنا كل حاجة، امم. هو اللي حتى لو رُحت بيعمل لي الشاي أنا أقول له طَب أنا أعمل لنفسي، فكان بيصمم إن هو اللي يعمل كل حاجة، كان راجل healthy بيمشي كتير وبتاع امم. ولإن أنا بجد يعني طبعًا مش قصدي، بس أنا كنت حاسة كإني يعني أنا في denial إن أبويا ممكن يموت أصلًا، امم. فما كانش على بالي، ولمّا كان بييجي على بالي كنت بافكّر في خطط مثلًا بعد 10، 15 سنة ايوه. كان دايمًا أبويا بيبقى فيها لسه. امم. فهو كمان كان جاي يتغدى عندي امم. وحاجات كده ولسه مكلماه قبليها امم. ب3 دقايق، وبعدين لمّا كنت باكلمه على تليفون أمي، وبعدين تليفون أمي رجع اتكلم والست قالت لي: "لا حول ولا قوة إلا بالله باباكِ ومامتِك عملوا حادثة." انت بعد انت الفرق 3 دقايق كنت بتكلمي ماما الاول كنت باكلم أبويا على تليفون على أمي، تليفون ماما؟ وقال لي: اوكي. "خلاص أنا عرفت." هو كان تايه عشان كان جاي من مشوار مش من اه. البيت عنده، امم. وقال لي: "أنا تايه وكذا." وكان زهق من الطريق، قُلت له: "معلش هتعرف." بعدين كلمني قال لي: "خلاص أنا عرفت وأنا جاي." وبتاع، قُلت له: امم. "برافو عليك، أشطر واحد." بلا، 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 يالّا مستنياكم، على ابني داخل باقول له: "يالّا خش استحمى بسرعة." دول خلاص على وصول، على السفرة بتتحضّر، على الأكل، على المكالمة اللي امم. بتيجي. فالموضوع كان يعني كان too much أوي، امم. كان امم. too much. أنا نزلت على بال ما وصلت المستشفى عايزة أقول لحضرتك أنا كنت جوّه المستشفى ودكتور أشرف زكي عرف على إن أبويا توفى وأنا جوّه المستشفى عشان هُم مش قادرين ييجوا يقولوا يبلغوك. لي من كتر ف فالموضوع كان قاسي جدًا يعني، امم. فطبعًا ساعتها المفاجأة كانت مرعبة، بس زي ما حضرتِك سألتِ كده، أنا دلوقتي لمّا بافكّر باقول لأ معلش المفاجأة كانت مرعبة عليَّ، لكن بس هو تخطيط ربنا هو أرحم. هو ما كانش بيحب حد يجيب له كوباية مَيّة، هو مش امم. متعوّد على كده، امم. فهو فعلًا مشي من غير ما يطلب من حد كوباية graceful مَيّة. يقولوا، مشي graceful يعني حتى ولو كانت ده الحادثة، بس حقيقة، هو لم يُصب بإصابات بالضبط. تضايق. الحمد لله لأ، يعني هو بس لغاية هي آخر الوالدة ثانية طبعًا كان هَمِّك كلّه في ماما. طبعًا، هي إمم. والدتي بقى هي كانت في الحادثة، إمم. ف يعني خلاص بقى هي برضه بقت عندي مسؤولية إن لازم أخلّي بالي من أمي، لإن هي برضه كانت في الحادثة وأكيد عندها تروما معيّنة وهي فقدت الراجل اللي هو لغاية آخر يوم بيعمل لها كل شيء بمعنى كلمة كل شيء، يعني إمم. هو أبويا على فكرة كنت قبل ما يتوفى باقول إمم. له: "أنت ضيّعتني لإن ما فيش رجالة بتملى عيني، أنت إمم. too much." أنا شايفة راجل بيعمل كل حاجة بحُب إمم. وبإخلاص وبإنسانية وبلطف وبحنيّة. إمم. ف ف ف ف فكنت مهتمة أوي بأمي، إن أمي فقدت شخص بيعمل لها كل شيء، هي لو عايزة تقلب التلفزيون هي بتنادي له يقلب لها التلفزيون، هي ممكن متدلعة، مدلّعة يا حبيبي. هو بيعمل كل حاجة في الدنيا. إمم. فبس فالوقت ده برضه ابتديت أبقى مركزة مع أمي وكده، وأبقى إمم. قاعدة معاها وحاجات كده أيهما أقصى، التروما اللي حصلت لها والّا اللي حصلت لِك؟ لأ اللي حصلت لي أعتقد. اللي إمم. حصلت لِك. آه. اللي حصلت لي لإن أنا attached بأبويا جدًا، 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 وعلاقتي بيه مش علاقة آه. أب ببنته، يعني الموضوع أكبر بكتير، هو فعلًا أنا فقدت أقرب صديق ليّا، إمم. يعني إمم. صديقي، صديقي آه. كل حاجة باقولها له، إمم. كل شيء، هو اللي لمّا عشان كده أنا باقول الموضوع الفقد والافتقاد وكده مش في المناسبة أو في حاجة، أنا كل يوم بافتقد أبويا، كل يوم إمم. عندي حاجة إمم. أبقى عايزة أقولها، إمم. سواءً حاجة لمّا بانبسط هو كان عايزة أول أبلّغه واحد طبعًا. باكلمه، إمم. لمّا باتضايق هو أول واحد باكلمه، لمّا أي حاجة، فأنا يعني
خسرت الأب اللي هو المثالي الحنين الفظيع، بس كمان أنا خسرت الصديق قوي. اه التروما اللي حصلت لك اثناء انتوا كنتوا بتصوروا كتالوج؟ أنا كتالوج كان جالي مم. وخلاص، وعملت فيتنج واللبس وكذا وكله تمام، وبعد كده ابتدى يتأجل حاجات كده، مم. وبعد كده حصلت قصة أبويا ده، فبقيت أنا برضو مش عارفة هو الصح إن أنا أشتغل ولا الصح إن أنا ما أشتغلش. اصل كمان موضوع المسلسل مم. صعب كله كأنه معمول لكل من فقد غالي وعزيز، يعني مش وحاجة معقول. بقى، بصي المسلسل ده أنا اشتغلته بعد حاجة و40 يوم من وفاة أبويا، وده اللي بقوله لحضرتك إن أنا كنت في صراع، طب أنا أشتغل طب أنا ما أشتغلش، وبعدين قلت لا، أنا هشتغل على أمل إن أنا أبقى أحسن. بس أنا باي ذا واي يعني شايفة إن أنا ما كانش المفروض أشتغل، هو ربنا كرم والمسلسل نجح، بس أنا تعبت قوي في التصوير. يعني أنا حاسة إن لا، متهيألي مش كل حد بيقدر على فكرة إنه يشتغل في الوقت ده يعني. ايوه برضو انا لازلت بقول انه الدور اولا اللي انت عاملاه صعب جدا. الحاله اللي هي بيناقشها المسلسل اللي هي سبحان الله برضو المخرج وليد الحلفاوي يعني ختم المسلسل برضو فقد لا ده المسلسل ده انا صورته بعد حاجه و40 يوم. طارة حبيبه قلبي عماد والدتها توفت برضو بعد ايام من تصوير المسلسل، ووليد واحمد الجنايني الاثنين باباهم توفى اثناء الايديت وكده، فاحنا كلنا كنا في حاله فقد والمسلسل عن الفقد، فهو كان حاجه يعني ايرونيك قوي ان كل الناس اللي في المسلسل عاشت تجربه الفقد دي اثناء المسلسل يعني. طب معلش بس انا برضو اصل الموضوع ده بيمس اي حد صاحبه الحبيب اللي هو زي الاب النوع ده من الاب، يعني بيروح انه مفتقده ايه انت دلوقتي؟ لا يعني اصل مفتقده، اولا انا حسيت احاسيس غريبه جدا، انا لما بابايا توفى حسيت حاجتين عكس بعض، اللي هو انا فجاه كبرت قوي بجد، يعني فجاه روحي شاخت، انا فجاه بقيت ست كبيره، وفي نفس الوقت انا لايصه كاني عيله صغيره مش عارفه اعمل ايه. يعني انا احساسين مختلفين خالص، لان انا ابويا سند بشكل غير طبيعي، يعني سند يعني سند وظهر وغير بقى الحنيه الغير عاديه، يعني حنيه فظيعه وطيبه قلب فظيعه، يعني فمفتقده الاحساس بالامان. يعني انا دايما بقول انا فهمت حاجات، يعني فهمت كلمه الدنيا مبقاش ليها طعم ده بجد، ولا اي حاجه دلوقتي بقيت بحس انها يعني ليها طعم. انا حتى الاكل والله بدون مبالغه ما بقيتش احس باي اللي هو اللي بجد، يعني اللي هو حاجه ليها، لا خالص. حتى النجاح مبسوطه وراضيه وممتنه، بس ما بقاش زي الاول، مفيش حاجه خلاص. في قبل وفي بعد، يعني انا حتى كبني ادمه نظرتي اصلا للحياه كلها اختلفت. ما بقيت بحس ان قد كده الحياه تافهه، مش مستاهله اي حاجه. فكره الموت مثلا، لو انا كنت مثلا بخاف من الموت او حاجه، فانا دلوقتي ما بخافش من الموت، بالعكس انا حاسه ان الموت ده حاجه جميله، الواحد هيروح للناس اللي بيحبوهم. فبقى عندي برسبكتيف كده للدنيا كلها بشكل مختلف خالص. أثر على أدائك حاليا؟ ما أصل أنت عليكي مسؤوليات زي ما أنت بتقولي، الأولى ناحية أمك بفعل الزمن يعني، والتانية ناحية ولادك وجوزك وكده، لأنه علينا أدوار مهما كنا احنا متعورين يعني. فهل أنت الأداء اتغير أو حسن وجهة نظرك ولا غمقها؟ يعني لا، بقيت يعني كل تفكيري اني يعني بتمنى ان انا اسيب الاثر على اولادي جزء من اللي ابويا سايبه، لان هو سايب اثر فظيع علينا كلنا احنا الثلاثه، يعني اخويا اختي انا. يعني بقيت بفكر اكتر ازاي اعمل ايه علشان ابقى مهمه قوي كده واسيب الاثر ده. however انا ساعات بقول يعني هو انا يا ريته ما كان عظيم قوي كده، يعني كان ممكن الموضوع يبقى اسهل شويه، فاهمه قصدي؟ فبقعد اقول يعني طب انا لو بقيت عظيمه قوي كده مع اولادي، طب ما هو الفقد هيبقى صعب قوي كده. بس بقول ان لا،
يعني بتمنى من كل قلبي ان انا اعرف اسيب امباكت الحب ده. اه هو ساب حب قوي وساب حنيه قوي، يعني شبعانين حب وحنيه قوي. فاهمه قصدي؟ بس طبعا از ماتش ان احنا شبعانين منها، ما اثبتش انها لما اتسحبت بقت صعبه. بصي، من نعم ربنا علينا انه بيخلينا دايما حاسين انه ده فراق الى لقاء. وده اللي انت بتقوليه، ان انا بالعكس انا حابه الفكره قوي لو هنقابل كل الحبايب اللي راحوا. طب لو انا دلوقتي ريهام بقول له حاجه زي ما انا ساعات اقول لماما يا ماما انا عملت انا وفيت، انا قصرت، بسأل انت بتقولي ايه؟ انا بس بقول يعني يا رب يكون بس راضي عني. وكل ما بعمل حاجه بس بقول يعني سوري معلش، بقول كده يعني يا رب يعني ابويا تكون راضي، سواء في الشغل، سواء في الحقيقه، سواء كأم، سواء كبنت. بقول يعني بتمنى يعني بكلمه في السوار بقول له يا رب تكون راضي عني وكده. ما ده سؤال يعني. المسلسل البتاع ده، الكتالوج ده ضايقني. انا قلت على فكره لوليد الحلفاوي، قلت له انا اتضايقت جدا وقعدت كذا يوم